ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه واحسن حال. صلوا بقى معانا على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. صليتي على النبي في الكومنتات. انزلي بقى اشتركي لي في القناه من كلمه اشتراك اللي تحت الفيديو وتفعيل الجرس. وهنعمل النهارده وصفه تحفه جدا 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 جدا. لو عندك اللبن قطع منك في التلاجة هنعمل منه جبنه حلوه جدا وكريمي، ومش هنهدر اللبن بتاعنا ولا هنعمل فيه اي حاجه. هتجيبي اللبن القاطع معاكي وهتصفي منه الشرش زي ما انت شايفه كده. خلاص اشتركتي في القناه، حطي اللايك الحلو للفيديو عشان يرفعوا معانا. وهنزل اللبن القاطع معايا في شفشق الخلاط. خلاص ممكن تحطي بدال الجبنه اللي احنا حاطينها دي تحطي جبنه مثلثات، بس احنا الجبنه دي هتديكي طعم حلو. وممكن بدال الفلفل الاخضر وطعم الفلفل الاخضر تحطي زيتون، بس هي بتكون بالفلفل الاخضر حلوه وجميله. خلاص هننزل الجبنه بتاعتنا، علبه من الصغيره ديت في غلو الجبنه بتاعنا ده اليومين دولت. هتعملي وصفه الجبنه دي هتكون حلوه جدا جدا مع الفطار الصبح مع كوبايه شاي. كده جبت بقى شفشق الخلاط، فضيت فيه كل المكونات معايا. حوالي كوبايتين لبن قاطع على ربع كوبايه زيت على 3-4 قرون فلفل، وممكن تبدليهم تحطي زيتون. خلاص وهبدا بقى اساعد الخلاط بتاعي اهو، وهبدا اضرب في الخلاط. خلاص نزلت سنه صغيره من الشرش لان كان تقيل على الخلاط. ماشي بدات بقى في الضرب اهو. صلي بقى معانا على النبي واشتركي في القناه يا حبيبه قلبي. والوصفه دي جربيها على ضمانتي، حلوه وممتازه جدا وطعمها بيكون حلو. خلاص كده بدات اضرب اللبن بتاعي بالجبنه، وحطيت سنه من الملح. ممكن تستثني حته الملح، بس هي بتكون حلوه وبتدي طعم حلو لذيذ. ابتديت بقى اضرب بالخلاط. بقول لكم كده خلاص اهو. جبت الخلاط بتاعي اهي. الجبنه بقت حلوه، هحطها في التلاجة وهتجمد عن كده كمان اهو. ممكن تحطي معلقتين جبنه كمان يعني، بس انا ما كانش ليها لازمه سنه الشرش، بس هي كانت حلوه وجميله. فضيتها بقى في العلبه. وصلوا معانا على النبي واشتركوا في القناه واعملوا الجبنه دي على ضمانتي. وصفه حلوه جدا وممتازه. كمان 6 ساعات هتاكلي منها وهتكون جمدت وهتكون حلوه. حطي لايك.